ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. إن فسحان المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فسحا شريفا، فسحا جديدا مقدسا، فسحا سريا، فسحا جليل الوقت، فسحا بريئا من العيب، فسحا عظيما، فسحا للمؤمنين، فسحا فاتحا لنا أبواب الفردوس، فسحا مقدسا جميع المؤمنين. كما يباد الدخان يبادون، وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. رأينا من المنظر أيتها النسوة البشيرة وخطيبنا صهيون قائلات تكملي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح. يا أورشليم اقربي بحضور وتهللي بسرور بمشاهدتك المسيح ملكك بارزا من القبر كفتان. كذلك تهلك الخطأ من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبنا في دلشة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة، صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا: ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى؟ لماذا تندبن في البلاد المنزهة عن البلاد؟ اذهبنا وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لنفرح ولنتهلل به. إن فسحنا الذي هو فسح الرب قد أطلع لنا فسحا مطربا، فسحا جليل الاعتبار، فسحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح. فيا له من فسح منقذ من الحزن، وذلك بأن المسيح قد أزغ اليوم من القبر كالبذر من الخير، وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.